ازاي اتغير للاحسن واحول حياتي للافضل علشان نعرف نعيش في الحياة بسلام وسعادة، وازاي اغير من شخصيتي اي نقطة فيها مش عجباني، ازاي اشتغل عليها واحاول اغير من نفسي. باذن الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي نغير نفسيتنا، ازاي. معاكم آية من قناة جنة الدنيا مع آية. لو أول مرة تشوفيني اشتراك وتابعيني. أول حاجة نعملها في حياتنا عشان خاطر نتغير، تبصي على نفسك كده، تخيلي نفسك قدامك وتبصي نظرة عامة كده على نفسك، تعرفي هو أنا إيه اللي عايزة أغيره فيا الأول. تحددي الأول عايزة تتغيري في إيه، قولي عايزة أتغير في إيه. كسلانة، النشاط وحيويه والكلام ده، والهدف ده يبقى قدامي واحاول اتغلب على الكسل ده. بطيئه شويه، احاول برضو اغير من نفس الحته دي. عصبيه، احاول اغير في النقطه دي. انا اعمل كذا وكذا وكذا في يومي وما بقدرش اخلص كل اللي انا كنت قايله عليه، لا احاول برضو اظبط نفسيتي. المهم ان انا احدد هدفي الاول، احدد هو انا عايزه اتغير في ايه بالظبط. تحددي اللي عايزه معانا النهارده عشان احاول اغير واوصل للتغيير اللي انا عايزاه. اشتغل على نفسي، يعني لما اكسل لا احفز نفسي، ابص للهدف اللي انا عايزاه عشان اكون بطاقتي المحفزه، النشاط والحيويه اللي انا كنت فيها لما فكرت وقلت هحاول اغير حاجه زي كده. يبقى طاقه البدايه تكون زي طاقه النهايه، تفضل معانا الطاقه الايجابيه دي المحفزه دي لطول الطريق لحد ما نوصل لهدفنا اللي احنا عايزينه. تمام. مثلا محتاجه دايما احفز نفسي ان انا عايشه في الدنيا اكل واشرب وانام، اجي اروح اتحاسب، ربنا يقول لي عن عمرك فيما ابليته، هرد عليه اقول له ايه؟ اقول له في رساله كنت يا ربي كنت بحاول اقضيها في حياتي، وكنت بجتهد وكنت بتعلم وكنت بقول وكنت بعمل وفي حاجات كده جميله اعرف اقابل ربنا بيها. في حاجه ولا مفيش حاجه في حياتي جديده اقابل ربنا بيها؟ يعني حياتنا اللي هي تقومي تفطري ولادك، توديهم الحضانه، توديهم المدرسه، توديهم ايا كانوا بيروحوا، وبعدين تيجي تروقي بيتك ومش عارفه تعملي اكل. دي حاجه طبيعيه كل الدنيا بتعملها. احنا عايزين نبقى حاجه مختلفه. تشوفي هدف وتحاولي توصلي له. تحاولي في حياتك دايما ان انت تكوني مختلفة عن كل اللي حواليك. تمام. الحسن البصري كان بيقول المؤمن قوام على نفسه، دايما يعمل تقييم لنفسه. يعني مثلا تيجي في اخر اليوم وقبل ما تنامي كده تقعدي بقى، هو انا قلت كلمة النهاردة لحد ضايقته؟ هو انا الموقف ده حصل كنت ممكن ارد كذا، عشان خاطر لما يحصل الموقف ده تاني اعرف الرد وارد الرد المناسب. الحاجة الخير اللي انا عملته النهارده، ايه الكلمة اللي انا قلتها غلط عشان احاول ما اكررش الكلمة دي تاني. قوام ده دائم التقويم على نفسي، يعني دايما تقيم نفسك. انا اتكلمت على حد النهارده، استغفر واتوب واقول له يا رب اعني ان انا ما اتكلمش على حد، ممكن اتكلم على حد كلام مش فيه. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. فاحنا هندخل اصلا في العذاب العظيم ده؟ لا. فاحنا بايدنا ان احنا نبعد. لو وصلت معايا بالفيديو لحد هنا ما تنسيش اللايك. نقطه التغيير اللي عايزين نغير نفسنا فيها، نتكلم فيها مع حد قريب منك قوي، مع شخص بيدعمك، تتكلمي فيه مع الحاجه زي كده وتقول له ايه الافكار اللي عندك، او ازاي احاول اتغير في النقطه دي. او مثلا راقبني، لو انا بعمل اي حاجه، لو عملت النقطه دي اللي هي انا مضايقاني وعايزه اغير نفسي فيها، لو عملتها حاول تنبهني، تقولي لا انت عملتي كذا النهارده، انت في حاجه عملتيها وانت مش واخده بالك وانت مش عايزه تعمليها. اكيد اللي هينصحك ده انت هتختاريه، مش اي حد هتختاري. فيبقى حد قريب منك، حد اكيد هيدعمك، حد طبعا مش هيقولك قدام حد النصيحه على الملأ فضيح، ده هو اكيد هيقولك ما بينك وبينه. تمام. سواء جوزك، عمك، اخوكي، خالك، ايا كان صله القرابه، اختك. رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة لاخيه. يعني ايه مرآة لاخيه؟ يعني هو الحد اللي قريب منك ده هو هتبقى انت هو مرآة ليك او انت مرآة ليه. فتشوفوا غلطات بعض فحاولوا تصلحوا، تختاري الشخصيه دي، تختاريها بعنايه مش اي حد. سيدنا موسى رضي الله عنه كان بيطلب المساعده من مين؟ من اخيه هارون. اخي اشدد به ازري واشركه في امري. تمام. يبقى اخوه. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. فتختاري حد رحيم بيكي، حد عنده خبره،
حد صادق. والاهم انك يكون عندك رغبه في التغيير، يبقى عندك الرغبه في انك تغيري في حاجه زي كده وتوصل. واسمع بقى عن الموضوع اللي انا عايزه اتعلم عنه، اقرا واسمع عنه فيديوهات كتير، واقرا عنه كتب، احاول احفز من نفسي واشوف ناس محفزين وروايات وقصص محفزه للموضوع اللي انا عايزه اتغير فيه، اشوف الناس الناجحين واحاول اعمل زيهم واتعلم منهم. ودايما خليكي دايما في حياتك كده اتعلمي من تجارب الاخرين، خليكي نصحى اتعلم من تجارب الاخرين. مش لازم ان انت تقعي في نفس الغلطه اللي حد من اللي حواليك وقعوا فيها، انت تتعلمي من الغلط ده وما تقعيش. تمام؟ هي الست الشاطره الناصحه اللي هي بتعمل كده، بتتعلم من تجارب الاخرين عشان ما تقعش في نفس المشكله. تمام؟ اعمل خير في حياتك هيترد لك خير. الخير ده زي ايه؟ يعني زي اقل حاجه خالص الكلمه الطيبه صدقه. خليكي في حياتك كده قولي كلمه حلوه او اعمل لحد حاجه حلوه بيحبها وفرحيه في يومه. ممكن تكون يومها متعكنن ومتضايقه ومخنوقه وقرفانه، وبكلمه منك حياتها اتحولت، يومها اتحول يوم جميل قوي بسبب كلمه منك. فدي حاجه حلوه، اعمل خير هيترد لك الخير. ممكن تتصدقي صدقه، ممكن تساهمي في عمل الخير، اي حاجه. النظره الطيبه، مش النظره اللي هي بغل وبنار وكلام من ده، لا، النظره كده رحيمه رؤوفه كده، نظرة طيبة كده منك. الأهم من كله ده نمارس عبادة دينية في حياتنا، يعني مثلا ايه؟ قيام الليل، ربنا دايما يعيننا دايما ويثبتنا على كده إلى الممات بإذن رب العالمين. صلاة الفجر، بصي اشحني نفسك طاقة إيجابية كده في اليوم. صلاة الفجر، وردك القرآني، أذكار الصباح، كل ده هيشحن طاقتك ويقويكي ويخليكي عندك حماس ونشاط وحيوية، وإنك تقدري تعملي كل اللي انت عايزاه. معانا النهارده اللي هي الرياضة. عشان تكوني نشيطة وحيوية كده اعمل رياضة في حياتك في يومك، حتى لو دقيقة دقيقتين كده. الرياضة مفيدة جدا للجسم، مفيدة لعضلة القلب، وبتخليكي كده يعني في حالة انتعاش كده، وبتظبط لك يومك وبتخليكي اقل عرضه للاكتئاب. مش زعلانه ولا مخنوقه ولا حزينه ولا اي حاجه خالص، انت رايقه. ارقصي يا ستي في بيتك، تمام، مع اولادك كده، والعبوا رياضه تعمليها انت وولادك في البيت كده مع بعض. الرياضه بتعمل ايه؟ بتزود هرمون السعاده عندك. اي حاجه عايزه اغيرها في شخصيتي ان يكون عندي يقين في الله، يكون عندي يقين في الله ان باذن الله ربنا هيعني على الحاجه دي. تاني حاجه يكون عندي ثقة في نفسي ان انا هقدر وهوصل للي انا عايزاه واكتر كمان منه. تالت حاجة اخد بقى بالاسباب. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يكون فعلا وصلت الرسالة. لو عجبك ما تنسينيش من لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.